لماذا فقد المواطن المصري الثقة في الإعلام المصري؟ ليه إحنا النهاردة بنفتقد الثقة أو خلاص ما عادش عندنا ثقة في الإعلام المصري؟ لأن للأسف في الأزمنة اللي فاتت دي كلها وفي الفترات اللي فاتت دي كلها بنلاحظ حاجة. إيه هي بقى الحاجة ديت؟ إن هما اتنين اللي بيتصدروا المشهد الإعلامي، مفيش غيرهم، مفيش ضخ دماء جديدة. ونفس الاتنين دول برضو ما عندهمش أي طرح جديد، لأن الإعلام مش بس الجري ورا الترند وتحليل الحدث. الإعلام من واجبه تفجير القضايا الحقيقية وكشفها في المجتمع. الإعلام المصري أصبح بعض إعلامي مصري، مش كل الإعلام المصري، أصبح فاقد للتجديد، فاقد للإبداع، أصبح إعلام تابع للترند وتابع للحدث الحالي، لا يقدم حلول ولا يقدم اقتراحات. إعلام كل الأنظمة. لكن طبعا في حد حلو مثلا زي مدام إسعاد يونس في البرنامج بتاعها بتقدم حاجات جديدة، زي مدام ريهام سعيد بتقدم كل يوم حالة جديدة وواقعة مختلفة بتشد الانتباه، وزي الأستاذ عمرو الليثي برضو بيقدم حالات إنسانية كويسة جدا. لكن المشهد السياسي هما اتنين انتوا عارفين، والاتنين موجودين في كل الأنظمة، عمرو أديب ولميس الحديد، موجودين في نظام مبارك وموجودين في نظام الدكتور مرسي وموجودين في نظام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الناس زهقت من الوجوه دي، الناس عايزة دماء جديدة، الناس عايزة حد تثق فيه ويبقى فيه مصداقية. الغريب بقى ان دول بيعملوا اعلانات وبياخدوا فلوس كتير جدا، يعني رغم ان الناس فاقدة الثقة في كلامهم ومع ذلك هم موجودين على شاشات القنوات الفضائية وموجودين مع كل الأنظمة. أنا مش فاهمة يعني ليه هو خلاص مفيش أي مهنيين ولا أي إعلاميين غير دول. حتى مثلا البرنامج اللي هو كان اجتماعي شوية وأسري شوية، اللي هو بتاع كلام ستات، بتاع الست مفيدة وبتاع الست منى عبد الغني، هو برنامج حلو جدا. لكن دلوقتي ما بيفجرش قضايا، يعني هو دلوقتي أصبح هو تابع للترند. يعني النهاردة الإعلام المصري أصبح تابع للترند وغير مستقل ولا يقدم أي جديد. هو بيشوف مين اللي عمل ترند يجري وراه يجيبه ويعمل معاه حوار، باستثناء طبعا الجماعة اللي احنا قلنا عليهم، اللي هو الأستاذة إسعاد وأستاذ عمرو الليثي وأستاذة ريهام سعيد. فاحنا يعني بنطالب وزير الإعلام بضخ دماء جديدة، بضخ دماء مدربة، بوجود فريق بحث يسعى لتقديم مشكلات جديدة وقضايا جديدة، ويساعد في تقديم المشكلات وطرح الحلول، مش بس ان هو يبقى تابع. لان فعلا اعلامنا افتقر الى الابداع وافتقر الى التجديد. شكرا.